يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض بسكوت الكروكانتينو أو بسكوت اللوز والمكسرات. وصفة إيطالية كتير طيبة وكتير سهلة. يلا معي. بوعاء رح أحط بياض البيض، ومهم إنه ما يكون فيه أي ذرة من الصفار. كل المكونات اللي أنا رح أستعملها بدرجة حرارة الغرفة. رح أضيف رشة من الملح، نص كمية السكر المذكورة، رح تلاقوا المقادير تحت بخانة الوصف. رح أبدأ عملية الخفق تدريجياً، برجع بضيف باقي كمية السكر عشان يعطيني قوام لزج ويعطيني بياض بيض يحمل معي عملية التركيب للمواد الباقية. رح أضيف الفانيليا إن كانت باودر أو سائلة أو عيدان، هذا الشي بيرجع لنا. استمر بعملية الخفقان لمدة 4 ل5 دقايق حسب قوة الخفاقة الموجودة معنا، عبال ما يتضاعف معي الخليط ويصير معي كريمي لزج بالطريقة هاي. راح أضيف روح اللوز لأني أنا مستعملة كمية لوز منيحة، فبدي الخليط الموجود عندي يطلع لي نكهة اللوز. ممكن استعمل روح البندق حسب المكسرات أو روح الفستق الحلبي حسب النوع المكسرات اللي نحن ضايفينه. نخفق شوي وبننزل بكمية الطحين تدريجيا. بنزل بأول كمية وبحرك بالسباتولا من فوق لتحت، لأني أنا بهمني جدا أني أحافظ على كمية الهواء الموجودة بقلب الخليط الموجود. رح أرجع مرة تانية أخذ كمية الطحين وأرجع أحرك من فوق لتحت عبال ما أخلي الخليط عندي يندمج تماما. نحن في هذا النوع من أنواع الكيك ما في عنا زيوت ولا زبدة ولا في عنا مواد رافعة زي الباكنج باودر أو بيكربونات الصوديوم. خليط سادة تماما، وبنحصل على خليط لزج لين بالطريقة اللي ظاهرة عنا خلال الشاشة، فيه كمية هواء مناسبة. راح أحط اللوز ويفضل إنه يكون محمص، راح أحط البندق ويفضل إنه يكون محمص. المكسرات حسب رغبتنا، ممكن أحط كل كمية المكسرات لوز أو كل كمية المكسرات فستق أو كل كمية المكسرات بندق أو الفول السوداني، حسب أنواع المكسرات الموجودة نقدر نستعملها، وهذا ذوق شخصي إلنا. رح أحرك الخليط مع بعض عبال ما كل المكسرات تتغطى معي بخليط الكيك أو بخليط البسكويت. رح أخذ قالب الإنجليش كيك، أغلفه بطبقة خفيفة من الزيت مع رشة من الطحين. أتخلص من كل كمية الطحين الزايدة، برجع بحط عندي خليط البسكوت الموجود معي. بتلاحظوا إنه خليط البسكوت نوعا ما تقيل لأنه فيه كمية منيحة من الطحين وكمية منيحة من المكسرات، لكن لساته فيه هواء، وهذا هو سر نجاح الوصفة. رح أرتب سطح قالب الكيك الموجود معي، بدخله على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170. بنحطه بالرف الأوسط ل45 دقيقة. نطلعه من الفرن، نتركه يبرد 3/4 برودة. بعدين بنقطعه بسكين منشارية، ما نخليه يبرد تماما 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 لأنه بصعب علينا تقطيعه، وما نخليه سخن لأنه رح يفتفت معنا الكيك أو البسكوت. رح أقطعه بشرحات رقيقة بالطريقة اللي ظاهرة معنا خلال الشاشة. شوفوا أنا رح أقرب لكم شوي على الشاشة. رح أرجع أقطعه كلياته، بيعملنا ما شاء الله ما شاء الله بيعملنا كمية وفيرة من البسكويت. بهذا الوقت بكون شغلت الفرن على درجة حرارة 170. الفرن شغال من فوق وتحت لعملية خبز البسكوت للمرحلة الثانية. رح أرتبه بالطريقة هاي بقلب صينية الفرن، منرتبهم جنب بعض ما في عنا أي مشكلة، حتى لو منرتبهم بلزق بعض كمان ما في عنا أي مشكلة، وعشان أجهزهم لعملية الخبز الثانية. عملية الخبز الثانية بتاخد معنا بحدود 10 دقايق ل 12 دقيقة حسب قوة الفرن عندك، ويكون باللون هذا. اسمعوا ما شاء الله القرمشة ولا أروع، طعمتها كتير طيبة. شايفين ما شاء الله طعمتها كتير طيبة وريحة البيت ولا أروع من هيك. جربوا الوصفة وشاركوها مع أحبابكم وأصحابكم، ما تنسوا تدعموا الفيديو بزر أعجبني. السلام عليكم.